ما دام تقلل ذوات الياء وسط البدل. تعرف القاعدة، فما دامك تجيب التقليل في ذوات الياء من قواعد ورش في ذوات الياء أنه قرأ فيها بالوجهين الفتح والتقليل، وهذان يخضعان إلى مد البدل. إذا قصرت البدل فتحت ذات الياء، إذا وسطت البدل قللت ذات الياء، ما تجيب الإمالة الصغرى. إذا طولت تأتي بالوجهين الفتح ثم التقليل. فما دام راك تقلل ذوات الياء قلت قضى بالتقليل، إذن البدل يمشي في التوسط، وسط البدل 4 حركات. واحد لازم هذه القواعد يحفظهم، وحنا كل أسبوع ولا كل ما نقرأ وقرانا أسبوع بأسبوع يسجلهم في راسه. لو قاعدة تمر عليك وتنساها وتمر عليك وتنساها ما تتحسنش، أو أنك تبقى دائما عندك خلط في القراءة نتاعك.